اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهم الحقائق اللي اكتشفتها بعد 10 سنين جواز: الجواز صحوبية أكتر من شكل اجتماعي. مراتك لو صاحبتك هتكون أسعد راجل في الدنيا. قعدة البيت أهم وأحلى بكتير من قعدتك على القهوة أو مع أصحابك أو مع جيرانك. ما تحاولش تتدخل في الطبخ، حوش وسافر، سافروا سوا أي مكان تقضوا كده يومين حلوين مع بعض. مش لازم تروحوا الأهل أو أصحاب، انتوا لوحديكوا بس. خلي وقت ليها مخصص. هي بالنسبة للراجل تفاهات، بس صدقني الهدايا مهمة جدا لنجاح الصحوبية دي. تهادوا، تحبوا، ما تسيبهاش يوم زعلانة منك ولا متخانقة معاك وتسيبها نايمة دمعتها على خدها. اتمشوا سوا بالليل واضحكوا مع بعض وهزروا مع بعض. انت مالكش الا هي. يوم الاجازة قضوا وقت كبير مع بعض. افتكروا خناقاتكم القديمة في بداية جوازكم وقعدوا اضحكوا على التفاهات اللي انتوا كنتوا بتكبروها. ساعدها في شغل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته. مراتك أهم إنسان في حياتك، هي نمبر 1 في حياتك لأنها شريكتك، وإنت اللي قررت تكمل معاها باقي عمرك. أهلك أكيد مهمين جدا طبعا. سيبها تخرج مع أصحابها، تصوروا سوا في كل مناسبة. كلمها وانت في الشغل، قول لها نكتة، قول لها عاملة ايه، وحشتيني. سافروا سوا كتير لوحدكم. احكي لها عن يومك وطمنها، وقول لها انت عاملة ايه، وخليها تحكي عن يومها. اذا ما كانتش هتحكي معاك وتتكلم معاك، هتتكلم مع مين؟ ما تخليهاش لوحدها وتفكر. اسمعني، اسمعها، اسمعها على قد ما تقدر، لان هي ملهاش الا انت. ما تسيبهاش ليلة زعلانة منك. كل واحد بيقرب من مراته حتى لما بيتوفى هي بتبقى جارته وأنسه، وكمان ربنا بيسأله عليها، لأنه الواحد لما بيجي يموت ويجي يدخل الجنة لو شهد ليه 4 جيران، وأول جارة ليه هي زوجته. فاهم يعني ايه زوجتك؟ هي اللي هتدخلك الجنة. وصلى على الحبيب قلبك يطيب.